طبعا لو المريض ليه عينه بلاد كلتشر لازم نبدا بيها، لان احنا محتاجين نسحب البلاد كلتشر في كومبليت اسيبتيك كونديشن، يعني قبل ما يبقى فيه اي تلوث وانا لسه معقمه الدراع بتاع المريض، تبقى اول انبوبه هسحبها هتبقى انبوبه البلاد كلتشر. بعد كده هبتدي اسحب انبوبه الستريت، لان انبوبه الستريت على الرغم من ان هي فيها انتي كواجلنت، لكن انا ما ينفعش اتاخر في سحبها، لان بمجرد ما خرجت الدم من الجسم بدا يحصل اكتيفيشن لعوامل التجلط، فانا محتاج الحق بسرعه احطها على الماده اللي هتمنع ان الاكتيفيشن ده يكمل، لاني فعليا عايزه اقيس نسبه التجلط الحقيقيه اللي في جسم الانسان. بعد كده بسحب العينه البلين او الانبوبه الحمراء، سواء كانت حمراء او كانت صفراء عليها جل، بنسحبهم الاول. بعد كده نبتدي نكمل بالانابيب اللي عليها اديتيف. بنبدا بالليثيوم اللي هي لونها اخضر، بعد كده بناخد انبوبه الاديتا اللي هي لونها لافندر او موف، ثم انبوبه الفلورايد اللي لونها رمادي، واخيرا انبوبه الاي اس ار